واش فيه الوالد؟ اللهم لك الحمد نحمده ونشكره حمدا كثيرا مباركا طيبا، نستغفره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. هو الرحمن الرحيم. اش كتعاود؟ نحن يعني نقضي ايام غير الأيام الأخيرة العادية. اللي فصل الصيف. هذا هو اللي كاين، خصوصا اننا على مشارف توديع فصل الصيف، ومع الايين كاين نسبيا واحد النوع ديال الراحه النفسيه الانسان بعد كيحس بها من بعد ما كيخرج من المكان اللي كيكون فيه معتادو، وخصوصا اذا كانت مدينه صغيره بداك الحجم الضيق، او لا حتى اذا كانت مدينه كبيره عاود كذلك بداك النوع ديال لو ستريس اللي كيعيشوا فيه الانسان فيها داخل المدينه الكبيره. فكل ما غيرتي الاجواء وكل ما سافرتي كل ما كترجع بذهنيه يعني نشطه متجدده قابله للاحتواء والامتصاص جميع الاشياء اللي هي كتتعلق بالحياه، سواء كانت مهنيه او لا كانت اسريه. المهم على العموم بحالنا بحال الناس كيف كنقولوا حنا دائما. نيشان تقدر تعيش في مدينه كبيره بحكم دابا شحال دوزتي في الشاون؟ دابا ولدي انا دوزت في الشاون 30 اكثر من 30 عام. اكثر من 30 سنه تقريبا، 31 سنه وشي بركه تقريبا. حنا طالعين ماشي طالعين يعني تقريبا على نهايه السنه 32 في الشاون. وبحكم السن ديالي دابا، بحكم السن ديالي يستحيل باش انني نعرف نعيش او نقبل الضغوطات ديال شي مدينه كبيره بحال الشكل ديال الرباط، طنجة، مراكش، ثاني الدار البيضاء. هادو ما نقدرش انا نعيش فيهم دابا. ماشي القضيه ديال تعيش فيهم هكذا، يعني ما نقدرش ننسجم مع داك الوسط ديال داك الضجيج اللي كاين، وداك الاختناق المروري وداك الدحاس وداك لو ستريس في الطريق. باز صاحبي والله الا باز اللي كيقدر يعيش في داك المدن. لا هو الانسان كينسجم مع داك المساله كذا، وخصوصا انه الا كان يعني ولد المدينه تزاد تما وكبر تما، او لا مشى يخدم وهو كاين تما يعني لا ما كنهضرش على كازا اللي كابرين تما. ما كنهضرش انا بالدرجه الاولى على كازا، كنهضر على المدن الكبيره اللي فيها النوع ديال الحجم ديال الحياه اسرع بكثير من المدن الاخرى. يس. علاش؟ لان فيها الحركيه اكثر، فيها الازدحام اكثر، فيها السيارات اكثر، فيها الضوضاء اكثر. فهمتي؟ بحال المدينه ديال الشوان، المدينه ديال اصيله، المدينه ديال مزار، المدينه ديال افران، هادو مدن اللي يمكن بالنسبه للناس اللي هما في السن ديالي وداك الشيء هكذا تعجبهم. علاش؟ لان لا ترونكيليتي، وكاين واحد النوع ديال الهدوء النسبي اللي كينعكس داك الهدوء، كينعكس حتى النفسيه ديالك انطلاقا من السن اللي كتكون كتعيش فيه. شي ما كيكونش عندك داك الفوره ديال الشباب ديال انك تقطع مسافات ويمكن لك تحمل داك لو ستريس ديال الطريق والشمس والشتاء، فهمتي؟ ما كتبقاش عندك داك القابليه. ولكن بالنسبه للمدن الكبار عندهم مماريهم. نيشان نبدلوا شويه النوعيه ديال لي كاسيون، ندخلوا شويه تعمقوا. شنو هي الوالد احسن نصيحه سمعتيها في حياتك؟ ولا احسن نصيحه قالها لك شي واحد؟ ولا ماشي هما دابا. شوف هو ولدي دابا في طبيعه الحياه اللي كنعيشوها كاين مواقف متعدده كثير، وكل موقف كيمكن يقدر يكون عنده نصيحه او نصائح. واخا بشي انديريكتومون يعني كيمكن يكون عنده مجموعه ديال هو موقف واحد، ولكن كل واحد وكيف كيفسرو، وكل واحد وكيف كيعطيك النصيحه اللي غادي يمكن انها تمشي مع ذاك الموقف. انا بالنسبه لي النصيحه اللي يمكن نقدر نكون كنامن بها دابا، وهو الاحتياط. الحيطه والحذر. فاش كنقولوا الحيطه والحذر
الحيطة والحذر من غدر الزمان، الحيطة والحذر من غدر الصحة، فقدان الصحة والعافية، الحيطة والحذر من الأصدقاء أو مما يسمون بالأصدقاء، الحيطة والحذر من تقلب الزمان، انك يعني كتكون في واحد المكانه وكتكون في واحد الشأن وكتكون هكذا، فإذا به يعني كيوقع ما كيوقع، كيف كنقولوا حنايا اما كتهرس يا اما كيوقع لك شي حاجه وكتلقى شماتة الشامتين. وبالتالي يعني ان الحيطه والحذر دائما هي حاضره في جميع المعاملات. فاش نقول لك الحيطه والحذر يعني راك كتعامل بها مع البقال قبل ما يبيع لك شي حاجه اللي هي ماشي هي هذيك، كتحتاط منه وكتحضر منه وكتشوف بعينيك وكالمسائل، كتعامل بها مع الاصدقاء اللي عندك معك، كتعامل بها مع الجار ديالك في اطار ما يسمى بالاحترام، كتعامل بها في المهنه ديالك. علاش؟ لان انت المهنه ديالك راه كتكون اولا الوظيفه ديالك اولا المؤسسه اللي كتشتغل فيها ما كتكونش العقليات مختلفه، ما كتكونش العقليات يعني نفس العقليات داك الشيء. كتلقى مؤسسه فيها 50 ديال الناس، و50 ديال الناس هذاك يعني 50 عقل، وهذاك يعني 50 رأي، 50 رأي و50 احساس و50 نفسيه. كاين النفسيه المتعطشه للانتقام بلا ما درتي لهم والو، كاين النفسيه المتعطشه للحقد بلا ما درتي لهم والو، كاين النفسيه المتعطشه للنميمه، كاين النفسيه يعني. وبالتالي يعني ان في هذا الجانب هذا دائما مفهوم الحيطه والحذر دائما هو قائم. مفهوم الحيطه والحذر السلام عليكم هو دائما قائم، سواء في الحياه ديالنا كامله. انما كل واحد كيف كل واحد كيف كيخليها. يمكن فاش كنسيروا الحياه ديالنا بالايقاع ديالها سواء كان سريع بطيء متوسط وكنمشيو هكذا، يمكن هاد لا نوسيون ديال الحيطه والحذر بعض المرات ما كناخذوش بها. علاش؟ لان كان المسار ديال الحياه ديالك مسترسل، ولكن النهار فاش كتقرص عاد كتولي عاود ديك لا نوسيون كتولي ترجع لبلاصتها، بحال شي حاجه اللي كتكون يعني ترسبات في القاع ديال الذاكره، وبمجرد ما كيوقع شي حاجه تطفو على السطح. وبالتالي يعني انا الجانب اللي كنشوفه دائما خص الانسان يدير منه يعني ياخذه بين عينيه هو الحيطه والحذر. الحيطه والحذر، وانا كيف قلت لك واحد مجموعه المسائل ماشي غير من وحده، دائما هذاك لا نوسيون اللي كديرها. داكوغ. دابا الا رجعنا بك الوليد لاج ديال 26 27 عام، يعني قدي يا سلام، واش غادي تكون راضي على راسك دابا انت؟ يا سلام، يعني انت قدي وكتشوف راسك انت جالس حدا راسك في هاد لاج ديالك، واش غتكون راضي توتالمون على راسك؟ القناعة من الرضا، القناعة من الرضا، ولكن الرضا كل الرضا هو شيء مرغوب فيه ولكن غير لا يتحقق. الاج ديال 26 في الوقيته فاش كنت انا كانت ناقصني بزاف د الاشياء، بحال غيري، بحال الجيل ديالي. يمكن كنا عايشين بالاكتفاء اللي بما هو موجود، كنا نخلق لانفسنا ظروفا للسعاده، كنا نخلق لانفسنا ظروفا للمرح، كنا نخلق لانفسنا ظروفا للاحتكاك وللمجادله وللحديث، ولكن كانت تنقصنا الكثير مما هو موجود حاليا. الان موجود الماده بالدرجه الاولى، الماده ما كاينش حاجه اللي في هذا الوقت هذا اللي كنهضروا عليه اللي ما بنياش على الماده. بيان سور كلشي الماده. في زماننا لم تكن البنيه التحتيه في المغرب بشكل رائع جدا بحال الشكل اللي كاين دابا. البنيه التحتيه دابا ممتازه جدا، ويكذب عليك شي واحد اللي يجي يهضر على المغرب ولا يقول لك لا احنا نشبه دولا مثل دول الجوار او داكشي، احنا هربنا عليهم بواحد المسافه ديال 100 سنه.
من ناحيه ديال البنيه التحتيه ومن ناحيه ديال المنشات ومن ناحيه ديال التهيئه. ولكن في زماننا كنا نعيش ما يسمى حاليا في المصطلح السياسي بالدوله الاجتماعيه. في زماننا هذه 26 عام او 30 عام كنا نعيش بما يسمى بالدوله الاجتماعيه. كان المواطن البسيط كيلقى السرير ديالو في المستشفى، كان المواطن البسيط كيلقى الدواء في المستشفى، كان المواطن البسيط كيلقى الطبيب في المستشفى بجميع التخصصات، كان المواطن البسيط كيلقى الرعاية الاجتماعية، كانوا الفقراء يعني شيء عادي، ناس بسطاء فقراء أو يتامى كانوا كيمشيو لدار الخيرية وما كانش فيها العقدة، كان كياكل تما وكتقول له فين جالس كيقول في دار الخيرية وكانت كتجينا عادية. وبالتالي مقومات ما يسمى بالدولة الاجتماعية الحالية اللي كيهضروا عليها دابا فقدت. شنو هي دابا الدولة الاجتماعية اللي كيهضر عليها هذا السي أخنوشة ولا غيره؟ هو غير تمشي للطبيب ما تلقاش الطبيب، كيعطيك واحد الطبيب كاين تما كيعطيك واحد الورقة وكيقول لك سير شري الدواء ديالك باش تداوي راسك، سير شري الآلات باش نعملوا لك القبص إلا كان شي واحد مهرس ولا شي حاجة. فرع الطبيب كان هنا ومشى، خرج اللي مشى يضرب فليسات في مصحة خاصة ما كاينش. وكانت لا كونسيونس وكان الشغف في الوقت ديالنا، كان الشغف بالحياة بالمستقبل. الأستاذ يؤدي المهام ديالو على حق وطريقة، كتلقاه فعلا إلا كان كيقول بأن كيدخل فلوسو حلال كيدخل فلوسو حلال، كتلقاه في القسم الصوت ديالو مرتفع، الشرح ديالو موجود، ما فهمتيش وهزيتي صبعك ما فهمتش كيولي يعاود يشرح. يعني كان انسان شغوف بالمهمه المنوطه به، وشغوف بداك الحجم ديال داك التلامذ اللي هما قدامه، وشغوف بالاحترام الذي يكنه له الجميع. هذا على مستوى التعليم. قس ذلك على مستوى جميع الوظائف، كيف قيس ذلك على جميع مستوى على مستوى جميع الوظائف. تمشي للبريد يعني تلقى الاحترام، تمشي للبنكة تلقى الاحترام، تمشي للبلدية تلقى الاحترام، تمشي للمؤسسات ديال الدولة كيف ما بغى يكون نوعها كتلقى واحد النوع ديال التعامل. شنو منين ما جي زعما هادشي هذاك الشيء هذا لو شونجمون هذا دابا اللي وقع؟ الشيء اللي عشنا حنا كان مرتبط بواحد الجيل اللي هو الجيل ديالي انا، الجيل ديال الستينات، واللي هو دابا اللي رحنا كنعيشوا، يعني يعيش هذا الجيل هذا ديال الستينات هو يعيش خريف عمره، ولكن الوالدين اللي تربينا معهم ديالنا والاسر اللي تربينا معهم في الحومه والاسر اللي تربينا معهم في الحي كلهم كانوا اباء لنا حنا كاملين. فبالتالي يعني ان هو مربي ولده وكيربيك حتى انت ولو انك تكون غير ولد جارو، يربيك غير بالنظره. الا عملتي شي حاجه اللي هي ماشي معقوله كيبقى غير يخزر فيك هكذا ويشوف فيك واحد الشوفه وكتخاف، كتقول هذا ماشي يوصل للوالد، هو ما كيوصلش للوالد، ولكن ذاك النظر ديالو عطاتك واحد الدرس مره اخرى هي كتشوفو ما كتبقاش تعمل ذاك البساله، فهمتيني. وبالتالي يعني ان هذه العمليه ديال التربيه اللي هي كانت تقريبا نقدر نقول لك بان كاين تربيه جماعيه ديال المغاربه، هي نوع من ذاك الشغف اللي هضرت معك عليه النوبه الاولى. يعني ان الانسان شغوف باش انه يقوم بواحد الدور مهم لصالح المجتمع، خصوصا وان ما كانتش شي حاجه اللي هي مثلا مكلفه. وعليكم السلام. يلا عمل لي انا برافو عليك. اذا نقول لك يعني كاين شي حاجه اللي ماشي هي مكلفه. الناس مربين في واحد المسائل، وهذا الشيء هذا ينطبق على ما ينطبق على المدن، ينطبق حتى على البوادي والقرى. فكان الانسان مربي من عند الله سبحانه وتعالى، يعني ان الوالدين ديالو هما المدرسه الاولى. الان تغيرت المفاهيم، الان اصبحت الاسره لا دور لها على الاطلاق. من
اللهم اذا استثنينا توفير الامكانيات. فوالا دابا واش نقدروا نربطوا المستوى ديال التربيه بالامكانيات؟ بطبيعه الحال، لان شحال هذه الوقت ديالي انا وانا وبالرغم من ذاك الاسر البسيطه وبالرغم من وجود واحد الطبقه اللي هي كنقولوا حنا ميسوره، يعني كتلقى بان الشكل العريض هو من طبقه متوسطه او فقيره، وفي القمه كاين واحد الشويش ديال الناس اللي في كل مدينه معروفين بان هذوك ميسوري الحال. ولكن هذاك ميسور الحال يعني راه الابناء ديالو كيعيشوا بنفس الطريقه اللي كيعيشوا بها هذاك الطبقه اللي هي الفقيره او المتوسطه، الى درجه انك نقول لك هذه العمليه ديال الاصطياف، باش نعطيك باش نقول لك توفير الامكانيات، هذه العمليه ديال الاصطياف دابا اللي ولات عند هذا الجيل ديال الوقت ديال دابا ديال 95 96 الدراري تبارك الله اللي خدموا وقراو وخدموا وكبروا وعملوا فليسات وعملوا السياره وعملوا الوليدات داك الشيء، يعني ولاو كيجيو لهذا لي كومبلكس توريستيك وكيكريو وكيعيش حياته هو ووليداته داك الشيء موفر لهم الامكانيات ديالهم في ايامات ديال الصيف كتشوف الامورات بكذا، يعني لابسين مزيان واكلين مزيان مصوبين هكذا. في الزمان ديالنا ما كانش هذه القضيه، كان لوطيل اللي فيه لا بيسين راه ما كيدخل له الا الوزير او الكاتب العام او العميل، هما اللي كانوا كيدخلوا لذاك لوطيل اللي فيه لا بيسين. جميع الناس واخا يكون ميسور كان كيصيفط الولد ديالو بحالو بحال الناس كيمشي كيعوم في الوادي الا كان عندهم الواد، او لا كيمشي او لا الى سافر به كيجيبوا للبحر، لان البحر ماشي ديال شي واحد ديال المغاربه كاملين. وانا بالنسبه لي كنعقل في الوقيته فاش انني كنت مشيت لواحد الاوتيل عندنا كان عندنا في صفرور، مازال لحد الان اوتيل مزيان انما مهمول دابا، يعني ما خدامش ومهمول. لا الحسن اليوسي يعني هذاك في واحد البيسين شتي النهار فاش انا عمت في ذاك البيسين ديال الاوتيل، يعني كنت يعني اسير مزهون وكانني انا الطاووس. زدتيها في سيفي. يعني باش انك تمشي لواحد لوطيل وتعوم في لابيسين ديال لوطيل هاو يعني فاش كيقولوا لي الدراري صحابي فيها كنت كنقول لك كنت في السيده الحسن اليوسي في لابيسين سيدي الحسن اليوسي. وبالتالي انا كنقول لك هذه الامكانيه تبا المتوفره حاليا واللي وفروها الاباء الاسر ديالهم، وهذا شيء جميل جدا ان توفر الامكانيات للاولاد ديالك، انعكست سلبا من الناحيه ديال التربيه، فاصبح الاب في 9:30 ولا 10 او 11 نائم، بينما الطفل ما كينعس حتى 5 الصباح 6 الصباح هو قابط يعني التليفون او قابط شي حاجه. الاب كيجي منهك من الخدمه ديالو، ما كاين لا مراقبه لا هكذا. الام كذلك، يعني هي باش ان تهنى من ذاك اما ما بغيت هذه ابا ما بغيت هذه اعطي له باش يتلها هنيني. هذا على مستوى الدار. على مستوى خارج الدار ما كاينش ذاك الجار اللي عشت معاه انا واللي كنت كنعتبره في المقام ديال الاب ديالي، ما بقاش. دابا ولينا كنسكنوا في عمارات كل واحد سد بابو عليه، ما كاينش حتى ذاك لو كونتاكت ديال تبارك الله عليك صباح الخير لاباس بخير كذا، خاطر الا تلقيتو في الدرج وفي لاسونسور ما كتعرفوش شكون هو ولا اش كيدير ولا. بينما بشحال هذيك كانت العمليه ديال مراقبه الاطفال ديال الحومه وديال الحي كانت مراقبه مشتركه، ولو ان هذاك الجار ديالك كيكون بعيد عليك ب 200 متر على البلاصه فين كتسكن، ولكن كيكون عارف ولد من انت باش الا عملتي شي حاجه داك الشيء كيبقى يفتش حتى كيوصل لباك، كيقول له اعمل اتونسيون ربي رد بالك الوليد ديالك شنو دار وشنو دار في واحد البلاصه في الفنيه. دابا انا كنقول لك هذا الجانب هذا ما بقاش. زيد عليها ماشي غير الاباء دابا اللي هي يعني داك العمليه ديال الصرامه في التربيه ما بقاتش. انا زيد عليها حتى المدرسه، حتى المدرسه فقدات الخاصيه ديال التربيه ديالها. دابا المدرسه ولات عندنا ارى ولدك نحضيه لك واحد 4 ساعات ونطلقوا لك. فرا داك القيمه اللي كانت عندك الاستاذ ما بقاتش. الاستاذ دابا كيف قلت لك ذاك النهار، الاستاذ دابا المهنه ديال الاستاذ خصك تزيد لها حاشاكم. شنو هي المهنه ديالك؟ المهنه ديالي استاذ حاشاك. علاش؟
حينما يهان يا ابني، حينما يهان الأستاذ بالسب والشتم والضرب، وما توقفش معها الإدارة وما يوقفش معها المدير ويقول له ودي واش باش ما كان غير سلك ما قادين على صداع، وتجي الام ديال داك الطفل او ديال داك التلميذ ويسبوا الاستاذ امام الاصدقاء ديالو امام التلاميذ، ويديوه للكوميساريه ويعملوا له المحضر ويديوه للمحكمه بدعوى بان عقدتي لي الولد ديالي ما بقاش كينعس. هذا يحصر استاذ اللي كيربي الاجيال واللي غادي يعطيك ما يسمى زبده المجتمع، زبده المجتمع. هذا الاستاذ ماشي غير في الابتدائي ولا في الثانوي ولا وحتى على مستوى التعليم العالي، حتى على مستوى التعليم العالي ولينا كنشوفوا بحال هذا الظواهر. استاذ يشتم علاش؟ لان واحد الطالب ما عطاش النقطه او لا ما تمكنش يجيب من عنده نقطه مزيانه او داك الشيء، هذا حكم ديال الاستاذ ماشي ديالي انا. ولكن واش الاستاذ يعني كنتعاملوا معاه بهذه الطريقه هذه؟ شوف، ما ينسحبوا على الاستاذ، ينسحبوا على جميع المكونات ديال المجتمع في وظائفهم. كتدخل البنكه كتلقى شي واحد كيسب شي مول البنكه، كيتغاوت معاه. شحال هادي حشومه، شحال هادي كانت حشومه يسمعوك الناس كتغاوت مع الجار ديالك. لا نوسيون ديال الاحترام بدات الاحترام ما بقاتش. علاش؟ لان كل واحد كيبقى كيشوف داك ليغوسونتريزم ديالو يخليه يعتبر بانه هو دائما على صح، وبان الناس الاخرين كلهم على باطل، وبان هذاك داكشي اللي كيدير حق من حقوقه، وبان داكشي اللي كيتفوه به من حقه. علاش؟ باش خصو يخلع داك السيد باش مره اخرى ما يعاودش. وبالتالي انا كنقول لك المدرسه فقدت القيمه ديالها. الطفل يغش في الامتحان ويعتبره حقا مكتسبا، اللي هضرتي معاه يخلي يضربوك. الطفل او الشاب يخرج كلام نابي في الحومه في الزنقه امام الاب ديالك، امام الام ديالك، امام الجيران ديالك، ويعتبر ذلك حقا مكتسبا. الخضار والتاجر وداك الشيء يغش في المعاملات ويعتبر ذلك حقا مكتسبا، بان الا ما دارش داك الشيء ما يمكنلوش باش يوفر الفلوس باش يشري الفيلا ويشري الطوموبيل ويشري الدار وداك الشيء. يعني اذا شوف، كاين ما يسمى بانهيار القيم، انهيار القيم. ولو اننا كنحاولوا ما امكن نزرعوهم في الوليدات ديالنا وفي الاحفاد ديالنا، ولكن انت كتزرع من هنا وكيجي واحد اخر كيطير لك ذاك الحصاد الناجي، فاصبحت تربيتك هشيما تذروه الرياح. انت جري من هنا وصوب داك الشيء، وبالتالي يعني انك الا من رحم ربي، الا من رحم ربي. فهمتي؟ لان اساس المجتمع هو التوافق على مجموعه من القيم والمبادئ والقيم الفاضله والمبادئ التي تجمعنا جميعا لا يجب تجاوزها. ومن بينها ومن الاركان يعني لو بروميي بيلي ديالها وهو التربيه. في زماننا كان الاستاذ يحظى بواحد المكانه يعني خارقه، على اساس ان جميع الوظائف اللي هي كانت داك الساعه في البلديه ولا في العماله ولا في السبيطار وداك الشيء، كانت ربما كتظهر وظائف ضئيله امام قيمه الاستاذ. غير كيقول له شنو كيدير، كيقول له كيقري استاذ. فكانت داك الهاله ديال الاستاذ يعني واحد الهاله كبيره، وكانت المستوى ديال الراتب الاساسي اللي كانوا كيحظوا به داك الفئه ديال سميتو كان ضعيف جدا، ولكن كان يفي بالغرض، وكان الناس كيشيطوا منه داك الشيء. الان دابا انا كنقول لك دابا الان ولات واحد الاشياء زعما اللي هي غريبه. نطلبوا الله سبحانه وتعالى السلامه، وان يعني ان يعيد ارباب الاوصار الى انفسهم من اجل الانتباه تام لابنائهم، خصوصا في المجال ديال التربيه، يس
نرجعوا شحال، نرجعوا الوليد الفوقاش. شنو هي الحاجه اللي حسيتي براسك كيفاش كنقولوا يعني شنو هي فوالا كوشيتيها ملي خديتي لا ديسيجن انك تتزوج؟ صافي خديتي لا ديسيجن ديال صافي غتزوج. وشنو هي فوالا الحاجه اللي خصها تكون عند اي واحد قبل ما يتزوج؟ اي واحد خصوصا القضيه ديال الزواج، بلاتي نجيب الفوطه حيت فرعني الناموس، راه امبوسيبل نبقى انا بحال هكذا، راه كلالي رجلي. وي القضيه ديال الزواج ولدي هو رباط يسمى رباط مقدس، فهمتيني؟ الاساس ديالو هو النيه الصادقه. اش كتبغي دابا ما بقاتش هاد النيه الصديقه. لا انا كنقول لك ما بقاتش مصالح. علاش انا غادي نمشي نتزوج الا كانت عندي الزواج فيه غير المصلحه؟ وهادشي اللي كاين دابا. انا كنهضر، انت سولتيني على نفسي. فوالا زعما على نفسي. انا كنقول لك البساط ديال التقوى هو الاساس ديالو، هو النيه في الزواج. من بعد ما كتقدم وكتعمل داك الخطوه ديال انك غادي تتزوج وغادي ترتبط بواحد الانسانه واحده اخرى اللي هي من طبيعه اخرى، من ثقافه اخرى، من تربيه اخرى، من مشاعر واحاسيس اخرى، من ذكريات اخرى، فهذاك الرابط المقدس اللي بيناتكم يجب ان يحترم. وبالتالي كي كتدخل ذاك المجال وتحل ذاك الباب ديال بيت الزوجيه وكتدخلوا بجوج بكم، جميع الاشياء اللي هي سوف تضر بذاك الرباط المقدس يجب التخلي عنها. اشياء اللي كنت كتمارسها عن وعي، ماشي عن وعي، كنا كنمارسوا اشياء عن وعي، وكنا كنسميوها من ما يسمى بطيش، مرحله طيش الشباب، مرحله الطيش، مرحله عدم النضج، مرحله التباهي، مرحله التباهي امام مرتي بانني درت. لا، حينما يعني تفتح باب الزواج كتوكل على الله سبحانه وتعالى، تستخيره، ثم تستقيم استقامه تامه في صلاتك وفي تعاملك مع الزوجه، احترامك للزوجه، احترامك لاهل الزوجه، يعني احترامك لذاتك هذه بالدرجه الاولى. ثم تستخير الله سبحانه وتعالى، تستخير الله ان يصلح لك وان يديم عليك صلاح زوجك. الزوج فاش كنحملوا هكذا راه كيكون فيه المذكر والمؤنث، فكتطلب الله سبحانه وتعالى ان يسخر لك ويتم يعني يدوم في الصلاح ديال الزوج، سواء كانت ذكرا او انثى. وهنا هذه هي اللي كتنطلق. وبالتالي يعني ان شنو اللي خصك تدير قبل فاش غادي تفكر على الزواج، ان بني داك الشيء على النيه ماشي على المصلحه. وان كانوا فقراء فيغنيهم الله من فضله، سواء بالنسبه للمراه او بالنسبه للرجل. شحال من واحد تزوج وفقير وما عندوش، وقبلت به داك السيده وداك الشيء وعطاهم الله الخميره وفيض لهم الخميره ديالهم. فضل الله ماشي هما جالس هو فيض له الله الخميره، هو جالس هو كان هو كيتحرك كيعمل هكذا وكيجيب له الله التيسير. علاش؟ لان لقى معاه في الدار ديالو واحد المراه مدبره حكيمه صابره وداك الشيء، او لا هي كذلك لقات معها واحد الرجل اللي هو مدبر وحكيم ومصوب هكذا. وبالتالي يعني ان كنمشيو بهذا الشكل هكذا. وبالتالي يعني ان يعني خصك تبني على الزواج ديالك على النيه، الحرث بالنيه والزواج بالنيه. هذه هي الحكمه اللي كانوا كيقولوها بالدارجه ديالنا حنا في الوقيته ديالنا، الحرث بالنيه والزواج بالنيه، ماشي بالماده ولدي. انا ماشي، انا علاش قلت، انا علاش ذكرت انا الماده، حيت
من خلال بعض النقاشات اللي كنكون كندير مع اصدقاء وصديقات، كتلقى لا ماجوريتي ديال الفكره اللي عندهم، الافكار اللي عندهم بلوتو، هي ان ما نتزوج بك تنشوف شنو غناخذ منك، اي فيس فيرسا. الراجل حتى هو كيقول ما غنتزوج بداك السيده تنشوف شنو غناخذ منها، شنو غنربح منها، شنو غتكون لا فالور اجوتي ديالي من هذا الزواج هذا. يعني لو كوتي ايتيك او بيان لو كوتي سبيريتويل ولا النيه ولا الكوتي الديني بحال اللي ما بقاش كيتهضر عليه. رجع بنادم كيشوف الزواج كتحقيق لشي اهداف غيجي داك السيد ولا غادي داك السيده غادي تحققهم لك. وهنايا زعما كنهضروا اون تيرم ديال ماتيريال، يعني ما بقيناش كما قلتي هاد لا نوسيون ديال النيه تفقدات. يعني قليل غارمون دابا تجلس وتقول للبنت واش تقدر تصبر على شي راجل عنده فين يسكنك ولا دار الكرا ولا كذا. نو علاش كنظن باللي شحال هادي النساء ولا البنات في الوقت ديالكم ما كانش عندهم لي شوا اللي عندهم دابا. دابا هاد السوشيال ميديا وهاد الشيء خلى البنت يكون عندها بليزيور شوا وتختار بحال شي كاتالوج، بحال عندها كاتالوج وكتبدا تختار هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا، ورجعوا كيفتشوا على البيرفكت، على شي واحد الكمال في داك الزوج. خصني يكون طويل، خصني يكون ضعيف، خصني يكون كيصلي، خصني يكون ما كيشربش، خصني يكون ما كيكمل، ما كيهضرش مع البنات، ما كيكدا ما كيكدا. وملي كتسول على راسك انت شنو مثلا شنو غتقدر تزيد لذاك الراجل، كتلقى مع انها ما غتزيدو والو، و ميم طون هي الهدف ديالها هي تساتيسفي لي بوزوان ديالها اترافير داك الراجل هذاك. الوجه الكامل ما كاينش شي واحد مكمول. شوف البنت اللي كتفكر بهذه المنطقه هكذا كن على يقين بانها غادي تبقى دائما عانسه. والدليل هو هكذا، الاحصائيات الموجوده حاليا في المغرب تظهر العزوف التام عن الزواج بالنسبه للشباب، ماشي لانه ما باغيش يتزوج، ولكن لان التكاليف ديال الزواج والتبعات ديالو البرا طلعات. لا البرا طلعات فيما يخص المطالب بيحسن هذا الشيء كان التبعات ديالو النفسيه، خصوصا بعد ما كتكون المراه غير قانوعه. وهذه مهمه، كتولي داك التبعات ديالو كثيره، كيمكن تؤدي الى المحاكم، كيؤدي الى السجن، كيمكن تؤدي الى خراب ذاك البيت، كيمكن تؤدي الى مشاكل نفسيه. علاش؟ لان ذاك الطموحات اللي عند هذه الفئه من هاد البنات اللي كتمشي لهاد السوشيال ميديا وكتشوف داك الناس اللي كيف عايشين وداك الشيء، المقارنات، هي هذاك سميتو السوشيال ميديا، هذاك تسمى الاحلام، هذاك مجتمع هولامي ديال الفضاءات ديال الاحلام ديال الشباب ديال الاشهار ديال 99% من داك الشيء فيك، ما كاين غير كذوب. دابا انا كنقول لك دابا حاليا في الاحصائيات اولا كاين العزوف على الشباب عن الزواج، وكاين نسبه الطلاق اللي هي مرتفعه جدا واللي عمرها ما وصل لها المغرب في المجتمع المغربي في التاريخ ديالو. علاش؟ لان بشحال هذه كانت الاسره كتلعب واحد الدور، خير كيوقع واحد النوع ديال المشاكل والخلل كتحاول هي تحل باش انك علاش ما خصوش يوقع داك الشيء هذه كانت هذه العمليه هذه. دابا انا كنقول لك دابا ما بقاتش هذه المساله كذا، دابا بعض المرات كتلقى الفتاه جميله قاريه مصوبه بداك الشيء وغالطه مع الزوج ديالها، وعوض ما تلقى السند من عند عوض ما تلقى مثلا الزوج ديالها يلقى السند من عند حماته ولا من عند خواتاتها وداك الشيء ولا من عائلته، هما براسهم كتلقاوهم ضاغطين عليه وكانه يعني عاطين له شي بنادم يعني هبط من الجنه، هما اللي صنعوها هذا جن. ولكن هذا راه ينطبق مش على بجوج، راه حتى الرجل بعد المرة. لا طبعا. وبالتالي كنقول لك لو ان الفتيات دابا اللي كنهضروا عليهم يعني كنا مدركات لحجم الحجم ديال العنوسه اللي هي ولا كيعيشها المجتمع المغربي، ولو انهن كنا مدركات للحجم ديال
الطلاق الموجود داخل سميتو، ولو ان كنا مدركات لما تبقى من عمر قصير يجب ان يملأنه بزوج محترم. فوالا هاد النقطة ديال يجب، واش الزواج ضروري؟ ضروري. بوركي؟ ضروري، الا شوف، الا هذيك العمليه كاينه الا وجعلنا، الله سبحانه وتعالى كيقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذه ايه. وهذه القضيه ديال شعوبا يعني في هذاك الشعوب فيها التقارب، فيها المصاهره، فيها الزواج، فيها كذا فيها كذا. وكذلك عود وخلقنا كيقول يعني بما معنى مفهوم، كل نفس خلق منها زوجها، كل نفس خلق منها زوجها وجعل المودة والرحمة وجعلنا بينكم مودة ورحمة. هذه بالنسبة للأزواج المسألة كذا. وبالتالي يعني أن القرآن يحث على الزواج. وعمر بن الخطاب في الأقوال المأثورة ديالو كيقول لا تغالوا صدقات النساء، يعني ما ترفعوش من القيمه ديال شي واحد جا عندك يطلب بنتك، ما تبداش تطلب له داك الصداق يكون غالي، داك التعجيز. لا تغالوا صدقات النساء. علاش؟ لان قال لك هذاك الشيء كيولد واحد الضغينه في القلب ديال هذاك السيد اللي تقلب عليك من بعد. علاش؟ لان ما يعني بحال كتعطي له واحد النوع ديال التعجيز، وفي ذاك النوع ديال التعجيز ينصرف اللي ما عندوش ذاك الامكانيات اللي كتقول انت، يصرف النظر عن فكره الزواج. حنا لحد الان عندنا العزوف عن النساء، وعندنا مجموعه ديال النخبه ديال النساء مثقفات قاريات موظفات، عندهم السيارات ديالهم، عندهم الصالير مزيانين، عندهم الديور ديالهم، ما مزوجين وما صابوش اللي يتزوج بهم. ما صابوش اللي يتزوج بهم، ماشي لانهم خايبات، لان الشاب المقبل على الزواج خصوصا اذا كان عنده واحد الراتب او واحد الوظيفه اللي كيدخل منها واحد المدخول الشهري، واحد الراتب الشهري اقل بكثير من هذيك السيده اللي كيطمح لها النظر ديالو، كيقول انا ما يمكنش انا نمشي واحد السيده عندها الكلينيك ديالها غادي نمشي نتزوج بها، مع العلم ان داك السيده كتمنى غير مابقاش يجي. علاش؟ لان هي عندها فكره ديال ان خصها يعني يكون ترتبط. وشكون اللي كريا هذه الفكره ديال ضروري خصو الراجل هو اللي يكون كيتيري اكثر من المراه؟ هذه هي الفكره غلطه، لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج فقيرا. واش امنا خديجه وهي اللي كانت مولاة راس المال، والنبي صلى الله عليه وسلم حنا قرينا عليه وقراو كان راعي غنم ما كانش بسيط، فهمتي؟ وهي قبلت عليه وهو بداك الحاله هكذاك. شكون هو هذا الخين هذا اللي قال لك اودي بان الراجل خصو يكون كيشد يعني كيتوشي في الماندا ديالو اكثر، او لا عنده تجاره تدر عليه اموالا اكثر من زوجته؟ هذاك اللي عنده هذاك اللي عنده التجاره ديالو تدر عليه اموالا كثيره، سواء كان مقاول سواء كان تاجر كبير، داك الشيء هذاك راه ما كيتزوجهاش ولدي موظفه، هذا كيتزوجها ديال الدار كترقب لوليداتو مهلي فيها في الدار بجميع ما يخصها، وهي مهليه فيه بالتربيه ديال الوليدات ديالو المساله كذا. هذاك لا يحتاج الى الموظفه. الموظف حاليا من يحتاج الى الموظفه او الى من تمتهن عملا خارج البيت هو ذاك الموظف اللي الامكانيات الماديه والله كيقدر يجيب التعادل ولا ما كيقدرش يجيب التعادل مع الشهر، وبالتالي كيخصو شي واحد اللي يعاونه بالموا سي. ولكن انا كنقول لك هذا لا يمنع من وجود واحد الفئه ديال الشابات اللي تجاوزوا، دابا كاين منهم اللي تجاوز 40 سنه واللي 45 و46 ويطمحنا في تاسيس اسره، ولكن ما صابوش
بقات غير واحد القضيه، هو ان هي تبدا تمشي وتبدا تدق عليه وتجي تقول له انا جيت نخطبك. لو كانت يعني كان مديوره في العرف يعني ديالنا، يعني هذا بحال في الهند النساء كيخطبوا الرجال. دابا انا كنقول لك هذه الاشياء، ولكن المحور ديال هذه الفكره هذا اللي انطلقتي منها هو داك الاحلام، داك الاحلام الكبيره اللي كتكون عند واحد المجموعه ديال الفتيات، وسيرتو الا كنا جميلات، يعني جميلات في قدهن وقدودهن، جميلات بصورهن. فذاك الجمال بعض المرات كيغرك، يغريه، يعني كيخليهم يحسوا بالغرور نوعا ما، يصور لهن بانهن مرغوبات من طرف الجميع، وبانهن لديهن الحق في ان يشترطن ما شئن، مع العلم ان هذه الاشياء هذه فالجمال زائل والعمر زائل. هذو جوج الحاجات اللي خص الانسان يامن بهم، ان كل ما بغيتي تكون جميل في الصوره ديالك، الزمان بحال القومه. لا، الزمان بحال القومه، كل نوبه كيمحي لك واحد الطريف من ذاك الجمال ديالك. وكل ما كنتي شنو قلنا قبيله، وكل ما كنتي صغير الا غادي تكبر، اي يعني ان الزمان يفعل فيك فعله. يعني الزمن هذا كيوليو التجاعيد، كيوليو الصوره ما كتبقاش هي ما كذا، وهذه سنه الخلق، هذه سنه الخلق. وبالتالي ان اللي غادي يتزوج ولدي في هذا الوقت هذا يتكل على الله سبحانه وتعالى، يتكل على الله سبحانه وتعالى. والقناعه كيف قلت لك النوبل الاولى في البدايه هذا الحوار، القناعه كنز لا يفنى، القناعه كنز لا يفنى. نطلب الله سبحانه وتعالى بالنسبه ليك انت ولا بالنسبه لخاك ولا بالنسبه لجميع الناس ان يسهل عليكم الله في الزوجات قنوعات وصالحات بالدرجه الاولى، لان هذه لان كل ما كانت الزوجه راضيه بالقسمه ديالها وبنمط الحياه اللي كيقدم لها الزوج ديالها وبداك الامكانيات اللي كيقدم لها الزوج ديالها، كل ما كانت راضيه هي يعني داخليا، كل ما كتكون مسيطره على النفس الاماره بالسوء. كتكون هي مسيطره على ما يسمى بالنفس الاماره بالسوء. النفس الاماره بالسوء هي التي تغري، يعني كتدخل لك واحد مجموعه الوساوس، وعلاش فلانه الراجل داير لها كذا، وعلاش فلانه داير لها ولوستي الراجل داير لها كذا، وبنت عمي حتى هي عاد كنت انا وياها هي كنقراو في الليسي وهي شو هي دات كذا وداير لها كذا شوف هذه المساله هذه تدخل راسك في هذه المقارنات، عمرك ما تخرج وخلي تخرج براسك حمق، يعني كيحرق الراس ديالك. ولكن كل ما قنعتي بما قسمه الله لك ورضيت به وكنت قنوعا، وذاك القناعه تكون يعني نابعه لك من الداخل ديالك، وكتشكر عليها الراجل ديالك اللي موفر لك داك الاحتياجات. اما حينما تمد عينك الى عنان السماء، فهمتيني، بينما الامكانيات ديال الزوج او الفارس الاحلام هي محدوده، كن على يقين سوف تظل المراه في مكانها الى ان تلقى الله. هذه هي الهضره اللي كنا هضرنا انا والوالده في اخر مره. هي حتى انا زعما حيت دائما ملي كتوضع راسك في المقارنات اوتوماتيكمون كتبدا تحس باللي حتى شي حاجه ما بقات عندها قيمه. ملي كتبدا تقارن الشخص راسك بشي شخص عايش في اني بود في احسن منك ولا شي حاجه، دائما انت ما عمرك غادي تكون قانع بداك الشيء اللي عندك ديجا، اللي اصلا كاينين بزاف الناس كيتمناو داك الشيء اللي انت فيه دابا. بلوس انا رجعت كنلاحظ الوالد واحد لا نوسيون اللي بدات كتغبر مؤخرا على البنات اليوم ولا الجينيراسيون ديالنا، حيت هي الجينيراسيون اللي مقبله على الزواج نوعا ما 26 27 28. الصبر، لا الراجل ولا المراه حتى واحد فيهم ما بقى كيصبر. شحال هادي كنظن باللي غير الوالده مثلا تلقاها صبرات معاك بزاف في واحد البيريود اللي كنت انت مثلا ماشي كما كنقولوا 100% واجد ولا قادر توفر بزاف د الحاجات، وتلقاك انت براسك صبرتي معاها في بزاف د الحاجات. دابا ما كنظنش ان الوالد شي بنت غتقدر تصبر على الراجل ديالها. بيان سور حنا ما نعطيكش
يعني احنا ما اون ميم طون ما كنجينيراليزيش، مي اون ميم طون كنقول عاود للراجل كذلك ما يقدرش يصبر على المراه. دونك انت شنو كيظهر لك في هذا البلان؟ شوف هاد القضيه ديال العمليه ديال الصبر، راك من بعد ما كتمشي تخطب، خصوصا جينيراسيون ديالكم، بعد ما كان الانسان كيفكر في هاد العمليه ديال انه يفوندي اون فامي، راه كيكون عارف البيروغطا شنو فيه، كيكون عارف البيروغطا شنو فيه، سواء انت ولا داك الزوجه اللي غادي او داك السيده اللي غادي تمشي لها عندها، راه كتكون عارفه شكون انت. لا ولكن كاين شي حوايج كيتبدلوا الواد والله العظيم. وكيسمعني ايفن تكون عارف راه القضيه كيتبدل. ديال الطموح، القضيه ديال الطموح ديال انني نشونجي لا سيتيسيون، هذا طموح مشروع وحق مشروع لاي واحد يحلم به ويصوب به، انما كيف العمليه ديالو هو كيف، واش انني نغير لا سيتياسيون ديالي على اساس انني نمشي نسرق ونخطف ونصوب شي حاجه باش انني نتسمى بانني ترقيت، هذا يستحيل. هنا كتبقى لو رول ديال داك الاسره اللي تربات فيها داك. باش قلت لك انا يعني من بعد كنرجعوا دائما للنقطه الاولى ديال التربيه. علاش؟ لان داك العمليه ديال الزواج بالنسبه للطرفين هي كي قلت لك قبيله كتلقى مع بنت او لا كتلقى مع ولد اللي التربيه ديالو مختلفه على ديالك. علاش؟ لانه انت ما تعرفتي عليه الى حدود 24 سنه او 25 او 26، بينما هو المرحله بعد اول لو انتير ديال العمر ديالو مشالو تربى فيه مع الاهل ديالو مع الوالدين ديالو. هذه وحده. الكيفيه كيف كانوا كيهضروا مع الوالدين ديالو باش يعطيوه واحد التنشئه سويه مختلفه على ديال هذاك السيد او ديك السيده اللي. وبالتالي يعني انا من بعد ما كندخل انا في هذه العمليه ديال الزواج مع شي انسان او مع شي انسانه، يعني كوم سي اون اي دون اون شومبر نوار، مازال ما عرف والو عليها، عاد كنوليو نكتشفوا. بون كتولي كتكون اون الور، واحد الضوء بسيط كيبدا كيبان من خلال الحديث ديالي معها والكلام ديالها معايا، طموحاتنا احلامنا داكشي في حدود ما هو موقع، وكيبقى كيتوسع. الا كانت الزوجه، وهذا هو اللي كنطلب انا دائما، انه يرزقكم الله بالزوجه الصالحه القانوعه. فهمتيني؟ الزوجه الصالحه القانوعه، لان اعطيني شي امراه في العالم كامل اللي ما كتحلمش ان يكون عندها القناطير المقنطره من الذهب والفضه والاقراط والسلاسل الذهبيه. كايناش، ما كايناش. كلشي كيحلم يكون بهذه المساله كذا، ولكن باش انك توجد امراه قانعه وراضيه وقابله داك العيشه مع الرجل ديالها، بالرغم من داك الشيء اللي هو في الامكانيات متواضعه او اقل من متواضعه. اما اذا كانت في حدود الاكتفاء فهذاك راه هذا بفضل ربي. الانسان اللي كيجيب الشهر ديالو نيشان، يعني من 10,000 درهم او 15,000 درهم او 20,000 درهم الى 0 درهم في الاخر ديال الشهر كيجيبها مقاده، هذا راه من فضل ربي داك السيده. علاش؟ لان ما كيجيش لعندها يقول لها ودي راه ما بقاليش، يعني كيجيبها هكذا. ولكن كاين ناس وبنات، الناس اللي هما كيعرفوا بالقيمه ديال الرجل. كتعرف شنو هي القيمه ديال الرجل؟ هذاك الرجل الا غاب عليك واحد المده ديال 15 يوم وانتينا مزوجه به، راه كيخلي لك واحد الفراغ روحي كبير، ولو يكون غير بسفر وتكون كتقيل تتصل معاه بالتليفون، ولكن الوجود ديالو كقيمه عينيه امامك لا يعادله مقياس. هذا هو اللي خص الانسان يفهمه وخص المراه تفهمه. وكاينين الناس مغاربه اللي من الجيل ديالي كيعرفوا بالقيمه ديال الغياب ديال الرجل على الدار. قلت لك ولو با يكون في مهمه اداريه واخا يكون فاقده. علاش؟ لان داك الدخله ديالو للدار يعني تزيد اشعاعا، عنده واحد الثقل في الدار. سي فهمتيني؟ عنده واحد الثقل في الدار. الزصدمه ديالو غير كيكون طالع في الدروج، عنده واحد الثقل في الدار.
سواء بالنسبه للمراه ولا بالنسبه للوليدات، فهمتيني. وكاين اللي كيقدر هذه النعمه، كاين اللي كيقدر هذه النعمه من بعد النساء، وكاين اللي ما كيقدرهاش، ولكن كتكون العاقبه يعني ماشي بخير. انا ما اسال الله سبحانه وتعالى لا ليك انت ولا الخاك ولا جميع الشباب ولا جميع الشباب انهم يعطيهم الله سبحانه وتعالى يبحثوا هما بالدرجه الاولى على المراه الصالحه التقيه الطاهره القنوعه بالدرجه الاولى، ماشي المراه المكلفه، ماشي المراه المكلفه، لان المراه المكلفه هي اللي كيكون عندك طعامك في دارك وكتقول لك يلا نخرجوا للريستوران. المراه المكلفه هي اللي عندها كل شيء متوفر، كل شيء متوفر وعينيها شارقه، يعني خصني غير زيد. علاش؟ لان لا يهمها من ذاك الجيب ديال ذاك الراجل ديالها انه يتثقب او لا يخوى ولا داك الشيء. هذه كتكون يعني بحال كينقول كيف نقولوا بحال كتكون نوع من التربيه، كتكون عندها شي نقص من الصغر ديالها، كانت عندها احتياجات وما كانتش كتقدر تلبيها، وبالتالي غير كتجيب لله شي راجل اللي هو كيلبي لها كذا، فكتولي داك الطلبات كثيره الى درجه ان بعض المرات الراجل كيبقى يتعجب واعيط منه بزاف. ولهذا المراه الصالحه بالدرجه الاولى التي تحفظ زوجها في غيابه وفي حضوره، التي تحترمه في حضوره وأمام أهله وأمام أهلها، التي لا تسرب له أخبار، خصوصا إذا كانت أخبار الميزيرية، كتمشيش تشكى ما عندوش باش يشري البوطه، ما عندوش باش يجيب لنا الطحين، هذاك النهار جاب لنا غير شي بركه باش قضينا داك الشيء. المراه هي اللي كتفتخر بالرجل ديالها باش كل شيء موجود، اللهم لك الحمد والحمد لله كثيرا امام الملأ. هذيك تعوضك على ذاك النقص، لان في القدماء خصوصا الناس اللي كتبوا في هذه المواضيع ديال العلاقات الانسانيه والزوج داكشي خلاو حكم كبيره، خلاو حكم كبيره بالنسبه في اطار العلاقه، كيف يجب ان تكون الزوجه وكيف يجب ان يكون الزوج. خلاو واحد مجموعه ديال الحكم كثيره في هذه المساله كذا. حنا دابا في هذا العصر ديالنا الحالي كيف قلتينا السرعه ديال خصني ندير كل شيء في دقه واحده. هذا الوالد والله العظيم، وهذا العمليه ديال ان تدرك كل شيء في دقه واحده، راه كيمكن لك تدرك كل شيء في دقه واحده، ولكن شنو هو كل شيء؟ هذا كل شيء هو اللي بغيت نعرفه، شنو هو هذا كل شيء. وراه بعض المرات انت كتزوج وعندك الدار ديالك، والسيده اللي مشيتي تخطبها ولا تزوج بها حتى هي عندها الدار ديالها، وانت عندك طوموبيلتك وهي راه عندها طوموبيلتك، وانت عندك رصيدك في البنك مزيان وحتى هي عندها رصيدها في البنك مزيان. شنو هو هذا كل شيء؟ شنو هو هذا كل شيء؟ يعني خلينا ندركوا كل شيء. حنا شوف شنو اللي كيبقى هو ذاك الخلق ديال السعاده، مفهوم السعاده، كيف انك تخلق السعاده انطلاقا من داكشي اللي عندك فقط، من الامكانيات اللي عندك. اما بالنسبه لهذاك اللي كينطلق هو والزوجه ديالو من زيرو، هذاك حنا كنعرفوا بان عنده واحد المسار تاريخي، مازال زمني، باش انه يحقق شويش من داك الطموحات اللي كتكون عنده، ماشي كل شيء، غير واحد شويش من داك الشيء اللي كتكون عنده. مثلا يعني انه عاد تزوج هو والسيده اللي بغاها وبغاتو، دخلوا في الميدان ديال دخلوا في ذاك الميدان ديال العمل المهني، يعني ذاك البركه اللي كيحصلوا عليها بجوج بهم كل شهر كيحاولوا ما امكن يديروا شي حويجه في الدار ديالهم او لا كذا، ولا يوفروا او لا شي حاجه، ولكن هادي سا فا بروندر دو طون. بيان سور. فهمتيني؟ ومن بعد هذيك العشره اللي قلناها قبيله واللي جات مذكوره في القران، وجعلنا بينكم موده ورحمه. فهمتيني؟ هذيك العشره هي لا باز، هي لا باز، الموده والرحمه. ما قالش الله سبحانه وتعالى الماده، قال الموده بالدرجه الاولى.
وبالتالي يعني ان الانسان ديال هذا الزمن هذا ديال هذا الجيل هذا قاري مزيان واعي مزيان وعنده الامكانيات، ولكن ما عندوش تجارب في الحياه. علاش؟ اولا الاكثريه ديال الشباب ولاو تعاطوا غير لهذا الشيء ديال الوقت، ديال الشيء ديال الانفورماتيك وهذا الشيء ديال الوقت. الكتب التراثيه ديال اللي الفوها المسلمين القدام ما بقاوش كيقراوها صاحبي، ولاو كيقراو الروايه وكيقراو هذا الشعر الحديث وداك الشيء. بينما الا رجعتي الجيل ديالنا وداك الشيء اللي كنا كنقراو حنا، ولا داك الكتب اللي كانوا كيعطيونا الاساتذه كيقول لك عمل شي اطلال على هذا الكتاب هذا وداك الشيء، هذاك صاحبي فيه واحد الثروه كبير اللي هي صالحه باش انك تكون زاد وذخيره معرفيه بالنسبه كيف تعمل تسير الامور ديال الحياه ديالك. على العموم الطموح شيء مقبول ولكن في حدود المعقول. الطموح شيء مقبول ولكن في حدود المعقول. هيما الوالد اعطيني لخص لي الابوه في 3 الكلمات. بيان سور ما نقدروش نلخصوها حنايا في 3 الكلمات، ولكن انت حاول تجمعها في 3 الكلمات. لو رول ديال الاب. قيمه الاب الانسان ما كيعرفها باه حتى كيرجع اب، حتى كيرجع اب، وحتى كيفقد الاب ديالو. هذه وحده. ان الاب هو واحد السند قوي، هو اللي عمرو ما شكى عليك، هو اللي كتدخل للدار وكتلقاه مثلا عامل هكذا وما كتعرفوش فاش كيخمم. هو كيخمم في مصاريف وكيخمم في هموم ديال المصاريف، هذا الشيء ديال الوقت، امكانيات محدوده وكتلقاه هكذا، ولكن غير كتهضر معاه ياك لاباس الوالد ما كيعطيكش شي جواب. داير هموم الدنيا وديال المسائل. هذه وحده. الاب هو داك الشخص اللي كينظر لك كأنك انت المستقبل الافضل بالنسبه له، نسخه افضل، بيست فيرجن، نسخه افضل منه. هو الاب هو اللي كيتعلم لك بالدرجه الاولى، يعني كيتحمل جميع الحماقات ديالك اللي ما كتكونش انت مدرك بها، وكيشوف وكيتحمل وكيمتصها سواء عن يعني هذيك هي طبيعه الاب. الاب هو الشخص اللي كيعطيك واحد النوع ديال الحنان بدون ما كيبينوا لك، لان الحنان بالدرجه الاولى كنحاول ما يمكن نشوفوه في العينين ديال الامهات في لي زاكسيون ديالو، ولكن الاب عنده واحد النوع ديال الحنان كيعطيه مختلف من بعيد ما تقدرش تحس به الا من بعد ما كتوقع في شي ضيقه وما كتلقاش الا الوالد ديالك هو اللي كيخرجك منها. اذا الرول ديال الاب دائما داخل الدار هو واحد الدور طلائعي وعنده قيمته، وهو اللي كيحتوي ذاك الافراد كاملين سواء كابناء او لا الزوجه، ابناء او لا ومعهم الزوجه. هذا هو الاب. وكيفاش تبغي تكون العلاقه ديال الابناء مع الاباء ديالهم؟ كيفاش بغيها تكون؟ واش داك الغولاسيون اللي تستريكت، داك الاحترام المعيق، ولا داك الخوف المعيق من الاب ديال ما كتقدر تضحك معاه، ما كتقدر تهضر معاه، ما كتقدر تخويلو، ما كتقدر عارفو الدور ديالو ك بروفايدر، ما عرف شنو هي بروفايدر، هو كموفر
يعني الاب ديالك كتشوفو كموفر، بغيتي الفلوس غيعطيك، بغيتي ماكله غيشريها لك، بغيتي كذا كذا، يعني غير بلو كوتي ماتيريال، ولا حتى ديك لو كوتي ايموسيونيل ريلاسيونيل بلوز او موان. شوف كيفاش تبغي هاد الغولاسيون تكون دوغينافون مع الاباء مع الابناء ديالهم؟ هاد العمليه هادي ديال هاد الاب اللي كيكون بداك الشكل ديال داك الاحترام الزائد. سي انا عندي صحابي بحال هكذا، لا حتى با في التليفون ما يقدرش حتى يضحك معايا الا كان حدانا. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، لان واحد النوع ديال التربيه الصارمه اكثر من القياس، يعني كتخلي الابن يعني هو كيخاف من الاب ديالو، او اللي كيحترمه بواحد الدرجه مفوته الى درجه ان كنقول لك ما كيقدروش حتى يستشروا معاه. سي هذه العمليه هذه يمكن نقدر نقول لك كانت عندنا في ذاك الجيل ديالنا، كانوا اباء بهذا الشكل هكذا، كانوا اباء بهذا الشكل هكذا. انا كان عندي واحد الصديق ديالي كان الاب ديالو فقي، وكانوا غير كيجي يهضروا مع ولادو كان كيعمل القب. هو باهم. علاش؟ يعني خصوصا بالنسبه حتى عنده البنات. يعني داك هذه بناته وداك الشيء، وكان كيعمل القب باش ما يشوفش فيهم، يعني كيقول لك بان جناء العيون النظر، وهذوك راه بناته، وهو كان متشدد متزمت لدرجه ان التلفزيون كان كيبغي كان عندنا واحد البرنامج كان مشعل هذه، كان كيقولوا له برنامج كنسميوه ركن المفتي، كان كيجي من الجمعه للجمعه. وهذاك السيد ذاك الفقيه كان الله يرحمه برحمه الله ما كانش كيتفرج في التلفزيون، ولكن هذاك البرنامج شنو كان كيمشي، كان نهار فاش كيبدا ذاك البرنامج بالضبط كان كيمشي قدام التلفزيون وكيعمل القب هكذا ويجلس يسمع، ما كيشوفش في التلفزيون، كيسمع غير شنو كاين، فهمتيني. فالابناء ديالو يعني درجه ان بداو كيتضايقوا من ذاك السلوك اللي هو يعني خارج عن المألوف، لان شنو هو الاب وشنو هي الام وشنو هي الاسره، هو ذاك النوع ديال التآلف والتآزر، وذاك اسمع لي نسمع لك، وعاود لي نعاود لك، واستشر معايا نستشر معاك، وهذه صحيحه وهذه غلطه. وفي واحد البيريود من الحياه تكون ماشي باه ولدك، صاحبو ولدك. هذه دابا جابوها لنا، هذه دابا ولينا بدنا كنا كنسمعوا كيقول لك يعني حاول تصاحب ولادك في واحد، حاول تصاحب مع ولادك في واحد السن معينه وديك المساله كذا، يعني اش كيبان لك انت؟ ربي هذه قوله كاين اللي كيطبقها. لا ماشي كتكون قوله، انت دابخي الاكسبيريونس ديالك معنا حنا. انا تربي انا العمليه ديالي معكم يعني ما كانتش ما فيهاش تزمت. لا بيان سور، لا انا كنقول لك هذا البلان هذا ديال انك تصاحب ولادك، واش بان لك باللي زعما فري ولا لا؟ هي فاش كيقول لك صاحب ولادك صاحبهم بالمعروف. بيان سور، ماشي ان ما تكونش منفتح اكثر من القياس الى درجه انك تبقى تتعاود مع الابناء ديالك في مواضيع اللي هي في خارجه عن النطاق ديال الاحترام. لا انا كنهضر معاك، لا بيان سور حنا ما نمشيوش، لان شحال من واحد كيعتبر الانفتاح وهو اننا نهضر انا وولدي فين ما كان، بحال طوطو كيسكروا بافت بلا ما هذاك كيقولوا هذاك انا بدا طوطو ما كنعرفوش وما باغيتش نعرفو، لان لان ماشي من الجيل ديالي، هو بعيد عليا. لا قلت لك هذاك الدرجه الانفتاح ديالو مع باه لدرجه كيسكروا وياه في طبله وحده. هذا كيقولوا الناس الحماق، هذا ابو لهب هذا مع هذاك ابو لهب مع شي ولد ولا كان عنده شي ولد ولا داك الشيء. شوف هو التربيه كتاخذ التربيه كيخصك تتعامل مع الاهل ديالك بالرفق، فهمتيني، كتعامل مع الاهل ديالك بالرفق، لان كاين انا قلت لك حنا دابا في الكتب ديال التاريخ كاين مجموعه ديال القصص اللي كتهضر لنا على هادشي ديال التربيه، فهمتيني. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان كيدخل للدار ديالو الاحفاد ديالو كان كيلعب معاهم اصاحبي، الاحفاد ديال الحسن والحسين كان كيلعب معاهم، فهمتيني. وكان غير كيسجد، كيمشي كيصلي وكيسجد، كانوا كيطلعوا له فوق ظهره، وما كانش كيطلع من داك السجود ديالو، كيخليهم حتى كياخذوا راحتهم وينزلوا للارض عاد كيطلع. وكاين واحد القصه
واحده اخرى عاود وقعت في التاريخ ديال عمر بن الخطاب. شي واحد كان كياخذ من العنف ومن داك تقطيب الحاجبين وداك الشيء واحد النوع ديال الصنوه باش ان الابناء ديالو يخافوا منه ويطلعوا مربين خوفانين في البيت ديالو. في الزنقه يضحك مع هذا ويضحك مع هذا، ولكن بمجرد ما كيدخل الباب كيقطب الجبين. فهذا الخبر هذا وصلوا لعمر بن الخطاب. عمر عمر بن الخطاب اودي اش كاين قال لهم شنو ندير له الا كان امات الله قلبه. هذا خشين هذا يعني ما عندك ما دير له، لانه هو بغى يعمل ديك المساله كذا. وبالتالي ان التربيه هي واحد السلوك ديال دي نوسيون واحاسيس، دي نوسيون واحاسيس اللي انت عندك وكتحاول ما امكن تقدمهم للولد ديالك، لا ضرر ولا ضرار. الولد ديالك مهما كبر في السن ديالو كتعامل معاه انطلاقا من المستوى الفكري ديالو العمري والفكري ديالو، فهمتيني. حينما يعني كيوصل للبلغ الدرجه ديال 18 سنه وداك الشيء هو كيبدا يفهم من راسو، وكيبدا كيفهم شنو ما هو متاح للنقاش مع الوالدين ديالو وما ليس متاح للنقاش مع الوالدين ديالو، هو راسو كيفهمه، فهمتيني. وبالتالي يعني ان التربيه خصها تكون ما تكونش يعني داك الانغلاق التام، وما تكونش عاود داك الانفتاح على الاخر، الوسطيه والاعتدال، فهمتيني. يكون عندك طرق فوقاش كتلجم الابناء ديالك مزيان، وفوقاش كتهضر معاهم وفوقاش كتعطيهم الحريه، وزيد على هذه القضيه يعني تخليه مثلا لا ليبرتي ديكسبريسيون كتكون عنده، ولكن كتصلح له اذا كانت الامورات غلطه، كتصلح له اذا كانت عنده الامور غلطه. بعض المرات واخا كتصلح له داك الاغنان ديال داك لاج ديال داك الطفل او ديال داك المراهق، داك اغنان كيجيب له بالو بان با هو اللي غلط. لا ماشي باك اللي غلط، عمر باك ما كيكون غلط. علاش؟ لان باك سابق ب 30 عام ديال التجربه في الحياه. ما يمكنش الا قال لك باك ودير قاروره ما مزيانش راه ما مزيانش، بونتو فينال. الا قال لك باك الشراب ما مزيانش راه ما مزيانش، لان باك عنده تجربه ديال 30 سنه كيشوف الناس اللي كانوا كيكملوا الكارو، كيشوف الناس اللي كانوا كيشربوا، وكيشوف المآسي وكيشوف. وبالتالي ما تقولوش لا هو ما مزيانش وخصني تنجرب. لا كيفاش ما تجرب هذا الحماق يقولوا الناس. بالتالي يعني ان كاين اشياء اللي هي من صميم التربيه. الاب كيخصو يكون رؤوف رحيم، كيوفر الامكانيات ديال الوليدات ديالو حسب الامكانيات اللي عنده المتاحه، ما يعطيهمش اكثر من جهدو باش ما يوليوش يطمعوا في اشياء اللي هي ماشي قدهم، فهمتيني. يمشي بهم بالرفق، حاجه كتوصل لحاجه، ويعلمهم الاعتماد على النفس. يعلمهم ماذا؟ الاعتماد على النفس بالدرجه الاولى. انا قريت ما كان عندي خاي كبير اللي يمشي يوري لي، ما كان عندي ولد عمي اللي غادي يوري لي، ما كان عندي سميتو الا كانوا شي حاجه بسيطه. ولكن انا كنقول لك كتعتمد على نفسك، كتوصل واحد المستوى معين من السن ديالك اللي انت كتعتمد على نفسك. باك كيكون خارج اللعبه، باك كيكون غير موجه او مراقب او ملاحظ من على برا، فهمتيني. وبالتالي يعني خصك تعتمد على نفسك باش انك تكون لنفسك واحد الشخصيه اللي غادي تجابه بها هذا العالم هذا اللي غادي تعيش فيه، ماشي تجابه بها هذا الواقع اللي ولا متسارع بواحد الشكل كبير، واللي ولا كتطلب فيه الماده بواحد الشكل كبير. هذا هو فوالا. دابا لخص لي كما قلت لك هضرنا في الاول 3 الكلمات دابا هادشي كامل اللي قلتي. الابوه، بعد قلت لك انا عطيني 3 الكلمات. 3 الكلمات كوم سا نديرو غير ريكاب. الاب هو الحنان المستتر.
هو القلب، هو القلب المانح للبهجة والفرحة بالنسبة للأبناء ديالو، رغم كما بغات تكون الظروف. والأب هو الشجرة التي تستظل تحتها الأسرة بكاملها. نايس. كنت قلتها للوالده ذاك المره. دابا الدراري كاملين حنايا اللي كيكون عندنا الحمد لله زعما عايشين في عائلات، و زعما نوعا ما قادره توفر لنا داكشي اللي خصنا. كيبدا يسحبنا بلي الحياه سهله، ولكن مع الوقت شنو كتكتشف؟ ماشي الحياه سهله، كتلقى بلي الوالدين هما اللي خلاوها تكون سهله بالنسبه لينا. فهمتي؟ باللي داك لو رول او بيان لي رول اللي كيلعبوا هما اللي كيخليو الحياه تكون ايزي. ما نحسوش بزاف د العراقيل في الحياه، بزاف د المشاكل، بزاف ديال الطلوع والهبوط. علاش؟ سورتو ملي كتخرج من داك لافاز كتزول العبايه ديال الطالب ديال ليتيديون، تما كتبدا تحس بالفرق. علاش؟ لأن خلال المسار ديال التربية ديالك من نهار فاش زادتي إلى حدود ما يسمى بداك أعلى شهادة جامعية اللي هي ما يسمى بالدكتوراه، أنت دائما كتكون في عائلتك هي اللي كتكون كتكلف بك. شنو ما بغيتي، الوالد راه خصك كذا، الوالده قول الوالد راني خصني هذا ديال حشمتي، تقول للوالد، الوالده هضر مع الوالد راني خصني كذا كذا كذا، هي كترونسميتي داك الميساج بطريقه ديالها اللي هي فهمتيني. بعض المرات كتقول لك اودي راه الظروف راه ماشي هكذا، ولكن غادي نشوفوا كيف نعملوا. المهم على اي كتلقى الحل من جميع الجوانب. فبالتالي يعني ان جميع الطلبات كتكون متوفره لذاك الابناء انطلاقا بدا وقت القضيه. دائما خصك تركز عليها انطلاقا من الامكانيات والوضعيه الماديه ديال الاب او الاسره، لان راه كاين اسر اللي ما كيقدروش يحققوا الطلبات، ولو يكون غير طلب واحد ما كيقدروش يحققوه الابن ديالهم. مثلا الى شي واحد اللي كانت يعني يا اما صانع تقليدي مثلا، يا اما خدام ان جورنالي، يا اما هكذا، كيطلب له ولده سبرديله كدير 60,000 فرنك، هو كيشوف 60,000 فرنك بزاف عليه يمشي بها الاخر، ما عندوش الامكانيات، وبالتالي يعني ان ما عندوش ما قدرش. انا كنهضر معاك بالنسبه للانسان اللي كيكون عنده الامكانيات الماديه نسبيا متوفره ولا كذا، فراه حتى الا تزير واحد شهرين او 3 شهور وداك الشيء ولبى داك الرغبات ديال الولاد وخلاهم يعني يحسوا بالرضا، فهمتيني، راه هذاك راه مكسب. فوقاش كتبان الفرق؟ فوقاش كتبان الفرق؟ كيبان الفرق من بعد ما كتولي داك الابن ديالك ولا الدراري ديالك اللي عندك وصلوا لواحد السن معينه، سن النضج، وخصهم يواجهوا الحياه، وكل واحد وفين ادته المسارب ديال الحياه. مسرب واحد ما كاينش مسارب، هي الدنيا فيها مسارب بزاف، وانما هذا داتو مسرب لواحد الوظيفه معينه، هذا داتو لواحد الشركه، هذا داتو لواحد المقاول، هذا داتو لواحد العمل الحر وداك الشيء. بالتالي هنا حينما تكون هذه المجابهه ديال الحياه بهذا النوع هكذا، وذاك المدخول اللي كتكون يعني كتدخله، كتقارن الحاجيات ديالك اللي عندك بداك المدخول اللي عندك، واش غادي يكفي ولا ما يكفيش، واش غادي توفر منه ولا ما غاديش توفر منه. وكتبقى كتقول اودي وانا هذا الشيء هذا فاش كنت جالس بيطالي كان كيعطيه لي الوالد، فاش كنت جالس بيطالي وما خدام ما ردام كان الوالد كيوفر لي هذا الشيء هذا كله. وبالتالي يعني الاسره والوالد دائما او الوالد والوالده دائما كيكونوا هما داك البنيه الحاضنه لكل الطلبات ديال الابناء في حدود ما هو متاح وفي حدود وهو ممكن.
فهمتيني. المجابهه ديال الحياه كتبقى اختيار ديال داك الشخص وقناعته كيفاش انه يمكن ان داك الراتب اللي كيحصل عليه من خدمته يحاول ما امكن هو لذاته يبرمج به راسو باش ما يوليش يطلب شي حاجه اخرى، لان الا كان كيتقاضى واحد الراتب وكيطلب مع ضمارين الدار هذا راه شكل اخر، هذا راه كيكون غير مقبول. اذا كان كيتقاضى راتبه الشهري وكيمشي يطلب اشياء اخرى من عند ضمارين الدار ديالو ومن عند الوالد ديالو وداك الشيء، هذا يعني كيكون كاين هنا واحد الخلل، ماشي في الاب ماشي في الام، خلل فيه هو لان ما كيعرفش لا يحسن التدبير، خصوصا بان الاب كيكون وصل لواحد السن ربما خلل التقاعد وبالقضيه ديال التقاعد كينقص له واحد النصيب من ذاك الراتب الشهري اللي كان كياخذو، وبالتالي هنايا كيخص شنو الواحد يتحمل المسؤوليه ديالو، خص يتحمل المسؤوليه ديالو، ولو ان الاباء ديالو بيكونوا يعني مكفيين، ما كيقولوا لا عطينا ولا ما تعطيناش، طبعا لا دور معنا ولا ما تدورش معنا، لا رد لنا شي شويه الجميل ولا ما ترد لناش، ماشي شغلنا فيه، راه غير تقدم راسك مزيان، قدم راسك. وهنايا هنايا كتبني الشخصيه ديالك وكتبدا تعرف القيمه ديال الماده، كتعرف القيمه ديال الماده، لان القيمه ديال الماده فاش كتبقى تعرف بقيمتها في الوقيته باش انك انت اللي كتولي مسؤول على نفسك باش تصرف، ماشي القضيه ديال ان شي واحد اش كيقولوا له هو اللي كيعطيك، لان فاش كتقبض وتخسر، كتخبط وتخسر، علاش؟ لان عندك واحد الممول، ولكن في الوقت فاش انك تكون ذاك الراتب ديالك الشهري هو اللي عندك، وانت اذا مشيتي تخدم مدينه اخرى وخصك تكري وخصك تاكل وخصك تخلص الضوء والماء والويفي والمتطلبات ديال اللباس باش تظهر في مظهر انيق، هنا الا ما عرفتيش تصرف، خصوصا الا ما ربيتيش نفسك من الشهر الاولي. المنظر كتربي نفسك من الشهر الاولي، الا ربيتي نفسك من الشهر الاولي على اساس انك غادي نجيب التعادل مع الشهر مزيان، الا ربيتي نفسك على اساس انني غادي خصني نوفر من ذاك الشهر غادي تكون احسن من مزيان. الا جاب لك الله واحد المراه صالحه حتى هي طيبه النقله ديالها مزيان كتعاون معك على اساس انكم تعملوا الاحتياطات ديال على دوير الزمان مزيان، ولكن في الوقت فاش انك تكون با مع الوالدين ديالك راك ما كتكونش حتى بشي حاجه، كتكون حاس حتى بشي حاجه، علاش؟ لان انت كتطلب، لانك انت في وضعيه احتياج، ماشي انت خدام. دائما ان الابناء كيكونوا محتاجين للاسره ديالهم في الوقت فاش انهم تحت الكناف ديالهم، بيان سور، فهمتيني. حينما يعني كتولي المساله كاين هناك ما يسمى بالاستقلال الذاتي او الاستقلال المالي وداك الشيء، هنا في هذه الحاله هذه كيمكن الانسان انه يعتمد على نفسه ويعتمد على مجابهه الحياه انطلاقا من الامكانيات الماديه اللي عنده، الا بعض الظروف اللي هي قاهره اللي كيمكن ان الاسره كتتدخل باش انك تعوض شي وضعيه ولا شي حاجه بحال هذا الشكل هكذا، ولكن ما كتكونش دائما باستمرار، علاش؟ لان كيكون الجانب ديال النضج راه حاضر. اوكي الوالد، الى رجع بك الزمان لاول مره درتي هاد السم في فمك، هذاك واش تعاود تجربوا ولا لا؟ اولا هذا الهم ديال السيجاره ونقول لك زعما صراحه يعني من بين الاخطاء اللي درتها انا والجيل ديالي باكمله الا من رحم ربي، هما اللي كانوا بعاد على هذا الشيء هذا، فهمتيني. ما حنا دابا مشينا في هذا الجانب هكذا نبلوا لا غير كيف كنقولوا حنا الزيغه وصلت عندنا، كتقلد شنو هو هذا الكار نقلد داك الشيء، ولكن شويه بشويه حتى كتولي واحد العاده سيئه تبليتي بها، يعني داك النيكوتين كيخصو يدخل للجسم ديالك، فهمتيني. شنو النصيحه اللي تقدر تعطي للشباب اللي مبليه الشباب اللي يلاه بدات في البليه؟ يحاول ما امكن يستوبي سور بلاص، سورتو اللي كان عاد بدا وعنده عام وعامين وداك الشيء مازال ما شي حاجه، خصو يستوبي داك الشيء هذا ويتوجه
بالدرجه الاولى يتوجه الرياضة. للرياضه. هذا هو اللي كاين. حنا دابا اللي يمكن. وما جاوبتينيش. نعم. الا رجع بك الزمان تعاود تجربوا؟ لا ما نعاودش الا رجع بيا الزمان هكذا كله ما نعاودش هذه المصيبه هذه كامله ما ندورش بها. والله لك الحمد. يعني انا ما كنتش كنعمل شي حاجه اخرى من غير هذا القضيه الكارو وصلت لي. يعني جميع الموبقات الاخرى ديال اللي كانوا كيديروها الناس ديال داك الجيل ديال الشباب ديال كانوا كيكملوا داك المصيبه ديال الحشي. حنا ما كناش كنديروا هذه المسائل. حنا كانت عندنا غير البليه ديال الكارو، وبالموازاه مع ذاك البليه ديال الكارو كانت عندنا يعني الكونتر بارتي اللي هو بوزيتيف، هو ان كنا دي سبورتيف. يعني كنا يعني كوميم واخا داك البليه كنتي كتخرجها في الرياضه. كنا كنعملوا الرياضه، والرياضه مع ليكيب ديال الصفرو مع داك الشيء. ما يعني راه داك الشيء اللي كتكمي غير داك الفوتينغ اللي كدير وداك الجري اللي كتجري والمساله كان كيحرق داك الموتيفا وكان كيخرجها. وبالتالي يعني واخا كنت كتكمي ما كنتيش كتحس به. وانما دابا حاليا مع التقدم في السن بطبيعه الحال، مع التقدم في السن والجسم ترهل ما بقاش بالشكل باش كان لا يعني كتحس بان التاثير ديالو بدا كيبان. وكنتمنى سبحان الله سبحانه وتعالى ان الله يعفو عليك الوالد، الله يعفو عليك، يجيب العفو من عند الله سبحانه وتعالى. اما هو زعما واحد العاده سيئه جدا. كنتمنى من الشباب كاملين اللي كيشوفوا هذا الاشياء الفيديو هكذا، يعني كنتمنى من الشباب كاملين يحاولوا ما امكن القضيه ديال النيكوتين اللي كتدخل الصدر يحاولوا يبعدوا منها. قول لي الوالد باقي لنا دو كيسيون. وي ولكن هادو سو سون دي كيسيون اللي هما ديريكت. لا كيسيون الاولى، احسن سيتاسيون سمعتيها في حياتك؟ اون سيتاسيون مقوله كتامن بها كتعجبك، تقدر تكون ايه، تقدر تكون مقوله شي واحد، شي كاتب، شي مؤرخ، شي عالم. هو كاين كل الانسان دائما يستلهم بعض الحكام من مجموعه ديال الاشياء، ولكن أحسن ما يمكن أن يستلهم منه وهو القرآن الكريم. شنو هي الآية اللي كتعجبك فيه؟ ومن يتقي الله يجعل له مخرجا إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. هادو جوج الحاجات يعني إلا جيتي تفكهم غتلقاهم كنعيشوهم حياتنا كاملين فهمتيني. انا وكتعجبني حتى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا يخاطب الله فيه النفس. وكيف قلت لك قبيله كاين ما يسمى بالنفس الاماره بالسوء. النفس الاماره بالسوء هي النفس المتطلعه والتي لا تقبل يعني الوضع الحالي. يعني ذاك النفس الاماره بالسوء يعني ان هي كتقول لك اودي بانك انت راه من المفترض انت اللي خصك تكون في ذاك المنصب، راه ماشي واحد اخر. بينما الله سبحانه وتعالى عامل لك مجموعه ديال الحواجز باش ما توصلش لذاك المنصب. علاش؟ لان ما عندكش فيه الخير. يس فهمنا. هذا هو اللي كاين. وكاين النفس اللي كتقول لك لا 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 هذا الزيار هذا اللي راك عايش فيه راه كاين عنده الحل. هو سير البنكه وسلف وزعتر داك الشيء مع الله. انك يقول لك ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. إذا فرغت فنظيرة إلى ميسورة حتى تيسر الأمورات. شيء أن تمشي للأقدى. وبالتالي يعني أنا نقول لك يعني أن الأشياء اللي ممكن أنك تستلهم منها مجموعة الحكم يعني اللي هي في المجال ديال الحياة وفي التجربة الحياتية من ظرف زادتي إلى الوقت فاش راك مازال كتفكر، هي بزاف ديال الكتوبة كاين فيها تجارب حياتيه، كاين تجارب اللي عشتيها، كاين تجارب اللي يعاودوا لك عليها، كاين تجارب اللي هي واقعيه وداك الشيء. ولكن احسن ما يمكن ان يستلهم منه في المعاملات وفي المعاشره وفي الاخلاق وداك الشيء هو النصوص ديال
القرآن الكريم. طبعا. شنو هي؟ ما كاينش شي حاجة اللي هي تنطبق على حياة البشر ما مذكورش في القرآن. طبعا طبعا. ما مذكورش في القرآن. يعطيك القرآن يعني جميع الصور ديال البنادم من نهار فاش خلق الله آدم إلى حدود الساعة تنطبق عليه ذاك المسألة. كاين عندنا بنادم الأشير والبطير، الإنسان اللي ما كيقنعش، الإنسان الذي يبطر النعمة، يعني يعطيه الله كل شيء داكشي ولكن كيقول لك واش عاطيني أنا، يعني دائما ينكر ويجحد فضل الله. الانسان اللي ما كيتقيش الله، الانسان اللي كينمم، الانسان اللي كيحقد، الانسان اللي كيحسد، الانسان اللي ما كيقنعش بالواقع ديالو، الانسان اللي كيبغي يطير فوق الطاقه ديالو. فبالتالي يعني ان الحكام موجوده، ولكن افضل الحكم هي التي تستلهم من نصوص القرآن الكريم. ونعم بالله. شنو دابا الصفه؟ هذا السؤال كنسولو لكل شيء، الناس كاملين اللي كنصور معاهم كوستو، شنو هي الصفه اللي تبغي تلقاها في الناس كاملين؟ واحد الصفه اللي ما كرهتيش كل شيء تكون عنده هذه الصفه. الصدق. في اخبارك الصدق قالوا لي احمد اجبار وانت والوالده. بطبيعه الحال. عرفتي علاش؟ لان الزمن الذي نعيش فيه قيمه الصدق فقدت او افقدها الانسان قيمتها، لان الانسان يتعامل معك بالظاهر والله يتولى السرائر، وبالتالي ان مفهوم الصدق يجب ان يكون في الخير وفي جميع الحالات. يعني ان ان كانت الوضعيه يعني مقبوله او غير مقبوله، ولكن تبقى دائما صادق. لان حينما تصدر الكلمه من القلب تصل الى القلب، وحينما تصدر الكلمه من اللسان فانها لا تتجاوز الاذان. اسمع الحكمه، وهذا الشيء ماشي انا اللي قلته، هذه قالوه الناس زمان، أن الكلمة حينما تخرج من القلب تكون نابعة من شعور صادق، وبالتالي فإنها تقع في القلب مباشرة. وحينما تكون الكلمة ديال الصدق مغلفة بما يسمى ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، لا، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذه راه صورة الآية ديال الظاهر ديالو كيبان لك بأنها الرحمة، ولكن الباطن ديالو كيبان لك فيه الرحمة، ولكن الظاهر ديالو مغلف هو من قبله العذاب. يعني حينما تكون الكلمة أو لا الصدق مغلف بالغش وبالتظاهر وبالمكر وبالخديعة، هو ما ينطبق على الكلمة حينما تخرج من اللسان فإنها لا تتجاوز الآذان. هذه بالنسبة لمن كان له عقل ومن كان يفكر. وبالتالي أن هذه القيمة ديال الصدق هي واحد القيمة كبيرة فقدت في المجتمع ديالنا، بأكمله. بأكمله. يكذب عليك شي واحد اللي يقدر يقول لك بأنك يهضر معك بقلب صادق مفتوح. يعني دائما كنهضروا انطلاقا من المواقف ديالنا. علاش؟ لأن التربية، احنا ماش كنرجعوا لذاك المساك ده، لأن التربية والجيل اللي تربينا فيه تغير، والحياة تطورت بواحد الصورة كبيرة، وكتقول ذاك القضية ديال أن يعني نأخذ ما يسمى باب التقية. أو ديال السيد هذا إلا هضرت معاه بصدق غادي يدور فيا، أخي الله نحاول ما أمكن ما نجرحوش وما نقولوش وما كذا. فبالتالي يعني أنك تكون عندك ذاك الصدق ديالك هو مغلف، ماشي صادق. بالتالي يعني أن كاين عندك الصدق الدرجة الأولى، التقوى ما بقاش صح. يعني ما كيرجع الانسان لله الا حتى كتوقع له شي مصيبه عاد كيبدا يطلب الله. ولكن بعض المرات كتكون هكذا، يعني مفهوم التقوى فقد حتى هو. ومن يتقي الله
يجعل له مخرج. حنا في الوقت فاش ان حتى كنضربوا في الحيط في شي مشكل كبير، عاد كنوليو كنترجوا الله سبحانه وتعالى ونرغبوا ونطلبوا ونصوبوا، مع العلم ان الاعمال ديالك هي راه جزء من الحياه. داكشي اللي كاين. فهمتيني؟ المهم على اي نتمنى ان هذا قول كلمه اخيره نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ان هذا الاخوان او الاصدقاء او جميع من يعني يتابع بحال هذا البودكاست هذا، يمكن تكون في هذه الدردشه اللي درنا انا وكأب مع الابن ديالو، يعني يكون فيها جزء من النصائح التي يمكن ان يؤخذ بها، ولا مع العلم ان التجارب مع اللي ما بغاش، مع العلم ان التجارب ديال الحياه ديال الانسان ما يمكنش نعملوا عليها دائما الاسقاط. الاسقاط هو انك تهز واحد الحاله وكتركبها على شي حاله واحده اخرى وهي يعني التجربه الحياتيه هي تجربه فرديه اللي كيكون كيعيشها بالمعاناه ديالها بالاحاسيس ديالها، ان كانت سعيده او متوتره او يعني مختلطه، فيها الكآبه، فيها الحزن، فيها السرور، فيها الاطمئنان، فيها النرفزه، فيها هي تجارب حياتيه. ولكن على العموم انا تكلمت بلسان جيل ديالي اللي عشته انا، واللي هو ما يمكنش ان يقدر يكون الجيل ديال الناس ديال 2000، ما يمكنش يقدر يكون الجيل ديال الناس ديال 1990، لان فرق كبير ما بين الناس ديال الستينات والتسعينات، راه 30 سنه ديال الفرق. ولكن المهم شوف الجوهر راه وصل، والوليده راه وصلات، وكنظن باللي زعما غير اللي ما بغاش كما قلتي يستافد. وبهذا كنشكرك السي الوليد على هاد ساعتين، ولا ما عرفتش شحال الوقت صراحه، حسيت به شي ساعتين هادي ديال بيور كواليتي تايم اللي فول بواحد الاستفاده اللي ما كنظنش ان شي واحد غادي يتفرج وما غاديش يستافد ولو للعبره. وبهذا نتلاقاو ان شاء الله. دابا سي ايمن زعما دابا شفتي تقريبا ساعتين، انا قسم بالله حسبتني بحال عاد شي 20 دقيقه اللي كنا كنهضروا. وبهذا ان شاء الله نتلاقاو في بودكاست اخر مع ضيف اخر ان شاء الله يا ربي، بيس. الى اللقاء. سلم عليا. يلا حياك الله صديقي، الله يحفظك. صافي شوف اخي، طلق دابا حنا كملنا، حنا الله يرحم والديك.